شبابنا اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. هو بس اول كام يوم كنت واخدهم مع الاهل والاحباب، وبالليل كنت بلعب امونج اس مع الصحاب، معروفه طبعا. بس خلاص يا باشا، كونتنت رمضاني اهو، ومعروفه طول ما مفيش افكار اديها واحده تير ليست والدنيا كلها هتمشي عادي جدا. والحقيقه يعني انا كنت مقرر ان رمضان ده كله هديها تير ليست، بس كان في فيديو كنت ناوي اعمله لرشيده اللي هي المعزه بتاعت بكار. كان اسم الفيديو ليه رشيده اذكى من شيرلوك هولمز، وكتبت جزء كبير قوي منه. بس بعدها بشويه قلت لنفسي ايه العبط اللي انا كنت هعمله ده، تراجعت عن الفكره في الاخر. والصراحه اكتر يعني ان بعد ما اتفرجت على 5 اجزاء من بكار لقيت نفسي في النهايه مش كاتب غير بتاع 700 كلمه اللي هم ما يكملوش 6 دقايق بالظبط. فوفرت على نفسي وقت ان انا اتفرج على باقي الاجزاء لان مش هلاقي حاجه زياده، ولغيت الفيديو كله على بعض. فالمهم يعني احنا طول رمضان هنديها تير ليست، وغالبا ان شاء الله يعني كل 5 ايام فيديو او كل اسبوع فيديو، مش عارف. وخلينا يا معلم نبدا بفضائيين بنتين، ومعانا عدد محترم الصراحه، حوالي 61 فضائي. والتقييم هيبقى بناء على حاجتين: القوه العامه اللي هو المبدا العام لقوته، مش استخدامه الفعلي ليها او الحاجات اللي عملها بالقوه دي، لا القوة بشكل عام. والحاجة التانية هي تطبيلي للشخصية وكرهي ليها، والنقطة دي هي أهم نقطة عشان نبقى على نور بس. ومع كل مخلوق هنعدي عليه هديكم فيدباك سريع عن قوته، صفاته، الحاجات دي كلها. والتصنيفات الخمسة اللي معانا هي على قده، وأنا هتلاقوني ببص هنا لأن الكمبيوتر والشاشة قدامي هنا. هتقولي ازاي قدامك هنا والكمبيوتر والشاشة وراك هنا؟ عندي 2 عشان نخلص بس من الأسئلة دي كلها. المهم على قده اللي هو ممشي حاله، ممكن ينقذ مواقف سهلة، واللي بعدها هي بيزق الدنيا اللي هو أعلى من اللي فات بحاجات بسيطة وهتحتاجه في مواقف بسيطة ومعينة جدا. والفئة اللي بعدها هي ما بيقولش لا، هتحتاجه في أوقات كتير جدا ويسد معاك في مواقف كتيرة بس مش أحسن حاجة. والفئة قبل الأخيرة هي طرشوم، جامد فشخ، قوي فشخ، عالمي في معظم اوقاته ويسد معاك في معظم الحالات، بس لو اتحط في مقارنة مع الفئة الأولى مش هيسد. واللي هي فئة شجاع صنديد مغوار، أجمد حاجة يسد معاك في كل المواقف وكل الأشخاص وليفل عالي ورجولة، بمعنى الكلمة رجولة يعني. وأظن كده كل حاجة واضحة. لا ثواني بس عشان إيه نخلص بدري بدري كده مع الباشا. إزاي حضرتك؟ عشان ننهي الموضوع بدري بدري. الين اكس من فصيله السيليستيال سيبيانز، وموطنه هو الفورج اوف كرييشن. وعد بقى قدرات كتير يا معلم، قادر على تشويه الزمان والمكان وده على نطاق الكون كله، قادر يصنع المواد من افكاره، قادر على صناعه اكوان، قادر على الانتقال بين المجرات في ثواني معدوده معروفه طبعا. وعشان نخلص بس هو شجاع صنديد مغوار، فيعني اكيد مش هيتحط في مكان اقل من كده. الحركه اللي عملتها دلوقتي انا دي في شركات صناعه المحتوى ممكن يضربوني بالنار فيها، بس احنا مش غربة عن بعض يعني. الدنيا كلها عارفه ان الين اكس هو مش هيقل نهائيا عن شجاع صنديد مغوار. الاهم هو الكائنات التانية. واللي عندنا يا باشا وولك ترول، قادر يتنفس تحت الماء ويقدر انه يدخل جوه الاماكن الضيقه. تحسه مزفلط كده، في اللغه العربيه اسمها زلق، اللي هو شخص بيعرف يتزفلط. انما غير كده هو مش قوي نهائيا، هو يعتبر حرفيا اضعف فضائي شفته في بنتين كله، وده اكيد يعني مكانه معروف على قده. تخيل ان بنتين عنده وحش اسمه زورست الاسوأ، ده اسوأ منه عشان نروح بعده للحاج زورست الاسوأ. عنده مقاومه للاحماض ومقاومه للحراره الشديده. بص تقدر تعتبره من الاخر كده كيس ملاكمه. جسمه اللي شبه الكوره ده بيمتص الهجمات الجسديه ومش بيتاثر بيها، هو تانك من الاخر كده، انما هجمات وقتال وكده لا ما تلاقيش. فالمعلم ده برضه هينور معانا قايمه على قده. عشان نروح للكابتن كري ماتر الجالفينز وكوكب جالفين برايم. وبص يا معلم، جراي ماتر ذكي ذكاء خارق وعنده مرونة عالية جدا وحجمه صغير بيساعده، انما هو في الطبيعي اصلا اقل من البشر الطبيعيين في القتال. ممكن ذكائه الخارق ده يخليه يحط استراتيجيات وخطط وينفذها عشان يهزم اعدائه، انما كمقاتل وكده فلا برضه هو على قده. عارف ان انا هتشتم، جرين ماتر محبوب بس دي وجهة نظري. عندنا نانوميك، هو تقدر تقول عليه كده هجين بين البشر وقدرات النانو. قادر على الطيران وقادر يصغر حجمه لحجم صغير جدا لدرجة انه يبقى مجهري، غير انه قادر انه يهاجم بهجمات طاقة وكهرباء. وعنده مقاومة للتحكم العقلي، غير انه قادر على التكيف مع حركات اعدائه، وقادر ينسخ قدرات الالات بمجرد ما يشوفها بس، غير انه سريع جدا. الصراحة يعني نانوميك اكيد مش على قده خالص، بس في نفس الوقت هو مش جامد فشخ قوي يعني، ده يا دوبك قد كف الايد حرفيا. فالصراحه نانوميك بيزق الدنيا
هو حلو عليه قوي بيزق الدنيا. عندنا موليستاش شنبو باشا. بص يا معلم، هو شنبو قادر يكبره بشكل كبير جدا ويغير في شكله ويقاتل بيه ويقدر يطير بيه كمان، وبيقدر يحفر الصخور بشكل سريع جدا مع مستوى من القوة المقبول، وهو بيزق الدنيا برضه يعني ما ينفعش احطه في مكان اكبر من كده. عندنا ريب جوس تقريبا، لو هو ريب جوز. هو عندك ريب جوز كان قادر انه يتنفس تحت الميه ويقدر برضه يفضل بره الميه بس لعدد دقايق قليله، واسنانه ومخالبه قويه جدا، وبيقدر يحول رجله لديل حريه بحر عشان يبقى سريع في السباحه، وعنده لمبه في دماغه بتنور له في اعماق المحيطات، وبقه ما شاء الله كبير جدا. وملخصا يعني هو قادر على قطم التيتانيوم، وسرعته في السباحه قادره تعمل دوامه. هو كويس جدا الصراحه، ما اقدرش انكر يعني، بس فكره انه ما يقدرش يقعد بره الميه بتخليه محدود في مواقف معينه جدا، واللي هي الحاجات المائيه بس. فاعتقد انه برضه هيبقى بيزق الدنيا. هو ممكن يخش في ما بيقولش لا عادي جدا، بس يعني احس انه بيزق الدنيا. عندنا الاي جاي قادر يطلع موجات طاقه من عينه، وكمان هي بيتعمل لها ابجريد، بيقفل كل عيونه ويطلع عين كبيره على صدره تطلع شعاع قوي جدا. قادر كمان انه يطلع ماده لزجه وانفجارات تجميديه بتجمد اللي ضده، وطبعا رؤيه واسعه جدا 360 درجه حرفيا، فده معناه انه مش هيتعرض لهجوم مباغت نهائيا، غير ان حواسه كلها عموما قويه جدا. فنحطه في انا شايف انه ما بيقولش لا الصراحه، يعني هو هينفع في مواقف كتير. احس انه هي حلو عليه ما بيقولش لا. عندنا تويبك، كل اللي معروف عنه انه وشه مرعب جدا، ولما عدو بيشوف وشه بيحس برعب ويجي له امراض وممكن يتجنن كمان، والموضوع مبالغ فيه لدرجه ان مفيش اي كائن في العالم ده كله مش هيعاني من الاثار دي قصاد تويبك. مفيش فضائي واحد مش هيتاثر بمجرد ما يشوف وشه، وغير كده هو جسديا قوي مش قليل جسديا يعتبر. تويبك بقى احطه فين؟ انا الصراحه يعني عايز احطه في ترشوم، يعني عايز احطه في ترشوم قوي. عارف انت اللي هو لما يبقى عندك شيء كده مفيش حد في العالم ده كله يقدر يقاومه، ادفانتج حلو فشخ عموما قصاد اي كائن. هي حلوه عليه قوي ترشوم الصراحه. هو تويبك ترشوم. وايلد مات عنده حواس ممتازه، وقذائف ريش حاده عامله زي شفرات كده، ومخالبه انيابه قويه عموما، يعني تقدر تقطع روبوتات ويقدر يقطم معادن عادي جدا، ومع مرونه وتوازن ممتازين. هو محبوب عموما، بس انا طول عمري بحسه عارف انت اللي هو ايه بيزق الدنيا. انا ما بشوفوش اكتر من هنا، هو ما يقدرش بالنسبه لي يوصل لمرحله اقصى من كده. طول عمري بشوفه بيزق الدنيا. العامل اللي قلت لك عليه تفضيلي وحب للشخصيات وتطبيلي ليها، فوايلد مات بالنسبه لي هو بيزق الدنيا لاكتر واقل. وفي كاميليان عندك يا معلم قدرات اختفاء، وقادر انه يلزق ويزحف على الجدران والحيطان، اعتبره حربايه كده، وجسمه مزفلط صعب انه يتمسك، وعنده شوك في ديله. هو عموما هو حلو في المهمات اللي هي مهمات التخفي، التسلل للاماكن مثلا، قتل الاعداء بشكل مباغت، الحاجات اللي هي عايزه خلسه دي. هو صعب انه يتمسك بس مش مثالي قوي، وما يسدش في القتالات التقيله المكشوفه وفيها اعداد كتير، فهو بيزق الدنيا بالنسبه لي. هو ما حلو قوي عليه بيزق الدنيا. وعندنا بليتس وولفر، عنده مخالب وانياب قويه جدا، وبنيه جسديه قويه عموما، هجوم صوتي قوي برضه، يعني هجومه الصوتي كان قادر يخترق المعادن ويدمر الصخور بسهوله. عندك كمان رؤيه ليليه، حواس قويه، وبيقدر يطلع على الحيطان بشكل عمودي، والنطه بتاعته بتوصل لعشرات الامتار. هو كويس جدا الصراحه، يعني يقدر يسد معاك في كذا موقف محترم. فاعتقد يعني انا حاسه بيزق الدنيا وما بيقولش لا، بس يعني اكراما هحطه ما بيقولش لا. عندنا ده بول وايفل ده، بول وايفل الفضائي ده عموما قوته بتتلخص في انه قادر يطلع كور بلازما. الكور دي بتمتص الماده والطاقه، وبيبدا حجمها يزيد اكتر واكتر كل ما تمتص طاقه اكتر، عشان بعد كده بتنفجر بامر منه. وقوه الانفجار دي بتبقى على حسب حجم كره البلازما نفسها، واللي ممكن توصل لجزيره مثلا، بس مشكلتها انها تاخد وقت طويل شويه. وغير كده هو كمان قوه تحمله كبيره جدا عموما، هو نفسه قادر يتحمل الانفجارات دي ويقدر يتسلق المباني بسهوله. هو مميز الصراحه، بس مشكلتي معاه مده الكوره دي وانفجاراتها بتاخد وقت طويل، فمش عارف احطك فين. بيزق الدنيا ولا ما بيقولش لا؟ حلو ما بيقولش لا، حلو الصراحه، يعني تقديرا لحجم الانفجارات بتاعته فخلينا احطه ما بيقولش لا. جوت رود، بص بقى يا معلم ده حوار لوحده.
المعلم ده قادر يدمج اي مركبات او مواد كيميائيه جوه جسمه ويخرجها في هيئات اذا كانت دفاعيه او هجوميه. المركبات دي بقى بتعمل ايه؟ عندك غاز مسيل للدموع وشديد الاشتعال في نفس الوقت، وعندك مركب قادر يخلي خصومه يفضلوا يضحكوا بشكل هستيري وبيشيل حركتهم في نفس الوقت، وغاز مخدر بيسبب فقدان مؤقت للذاكره، وفيرمونات بتخليه عنده سيطره محدوده على عقول الاشخاص اللي هيصابوا بيها، وغاز قادر يسبب تآكل حاجه زي الاحماض كده. وضيف مع كل دول بقى ذكاء خارق. هو مشكلته بس ان قدرته البدنيه مش احسن حاجه، بس الكومبو ده الصراحه يشفع له جدا انه ينور معانا قائمه ترشوم ويبقى تاني اعضائها. عشان نشوف اللي بعده واللي هو كان ارك تيجوانا. ده ارك تيجوانا. وانت عارف انت اللي هو كان اسمها ايه دي؟ هو بيطلع جليد من بقه، بينفذ جليد. نفس الجليد. هو نفسه بيجمد وقوية جدا على فكرة. هو جمد بحيرة كاملة، وطبعا عنده مقاومة عالية جدا للتجميد، غير انه قادر يتنفس تحت المية، وكان بيطير على حسب ما انا فاكر. لو ذاكرتي تمام فكنت فاكر انه بيطير، بس مش متأكد قوي يعني من المعلومة دي، انا جايبها بالذاكرة. المهم يعني هو بطيء شوية، فاحطه فين؟ اعتقد ما بيقولش لا حلوة، يعني قدرات التجميد تشفع له انه يبقى ما بيقولش لا. عندنا معالي الباشا سلو تراك بنفسه. يا نهار اسود. لو ما تعرفوش، في ميم منتشر بقاله فتره عن فاست تراك. في شخص بيلعب لعبه بتاعت بنتين، فالشخص ده بيعمل مقارنه بين الشخصيات في السرعه، وفاست تراك بسم الله ما شاء الله عليه خسر في كل تحديات السرعه، لدرجه ان ايكو كسبوا في تحدي سرعه، فبقى منتشر عليه سلو تراك. وعملوا له الصور اللي انا هعرضها لك دي دلوقتي، وصوره الاكسلريتو وهو بيزق على كرسي، وحاجه ما يعلم بقى الا ربنا. المهم يا معلم، عندنا سرعه خارقه جدا وقدرات قفز عاليه، وايد ورجله عاملين زي الشفرات، وعنده متانه مقبوله جدا. هو عموما عداء اكتر بكتير جدا من انه شخص عنده مميزات قتاليه كتير جدا، فاعتقد انه بيزق الدنيا حلوه قوي عليه، ما اطلعش اكتر من بيزق الدنيا. ودي ستينك فلاي. عندك يا معلم طيران، رؤيه 360 درجه، ودي حاجه زي الشفرات، غير انه بيقدر يطلع ماده لزجه بيقدر بيها يقيد اعدائه، مع سرعه وردة فعل ممتازه طبعا، ومجال رؤيه شامل. اعتقد يعني ان ستينك فلاي بيزق الدنيا، هي بيزق الدنيا حلو قوي عليه، انا مش شايفه اكتر من كده الصراحه. عندنا وايلد فين. هو قادر يطول جسمه لمسافات كبيره جدا، وكمان على حسب ما انا فاكر كان بيقدر يصغره برضو، لو ذاكرتي مش خيناني، بس فاكر انه كان بيقدر يصغره. غير قدرات تجدد ممتازه، وقادر يطلع زهور وشوك وحاجات نباتيه من اي جزء في جسمه، بيقدر يندمج مع اشجار ونباتات تانية، وعنده مقاومه ضد الغازات السامه والتنويم المغناطيسي، وبيطلع بذور من ظهره بيستخدمها زي المتفجرات او القذائف كده، وبيطلع غازات برضه وحاجات بتقيد اعدائه، وعنده امكانيات كتير قوي الصراحه. احسه ما بيقولش لا، ينفع في مواقف كتير قوي، يعني استحاله ان ده يبقى بيزق الدنيا. هي ما بيقولش لا حلو قوي عليه، بس اقل من طرشوم شويه. عندنا بلوكس، مكعبات الليجو. عندك تجدد فوري حرفيا، تجدد من اي اصابه مهما كانت ايه هي الاصابه او ايه حجم الاصابه دي، فهو قادر يجدد نفسه منها، وقدرته على التحول لاي شيء وكل شيء، لانه هو اوريدي عباره عن قطع، فقادر يشكلها براحته، وكمان قادر يعمل اجسام او العاب للتمويه من جسمه هو نفسه، وقادر يستخدم اجزاء منه كقذائف، وقادر كمان انه يزود حجمه. نحطك فين يا بلوكس؟ هو اعتقد ما بيقولش لا، هو بين بيزق الدنيا وما بيقولش لا، بس يعني قدره تجدده، يعني المتانه اللانهائيه، المتانه ايه، تقدر تقول عليه كده ايه، عدم الاصابه اللانهائيه اللي عنده تشفع له انه ما بيقولش لا. يعني هو ينفع في كام حاجه حلوه بسبب القدره دي. عندنا ديتو. قدرته الاساسيه هي القدره المفضله لينا كلنا، الكاجي بونشين. هو قادر يعمل نسخ كتير جدا من نفسه، وكل نسخه بتبقى مستقله بذاتها، فده بيخليه قادر يعمل حاجات كتير جدا ومختلفه في نفس الوقت، وعنده مرونه عاليه جدا، وكمان يقدر يتنفس تحت الميه بسهوله، فهينفعك ارض وبحر. بس مشكلته هو انه ضعيف جدا، هو ما عندوش غير دول، مفيش هجمات تانية، مفيش قوه خارقه، يعني هو اقل من افريج البشر البالغ، بس فكره العدد الكبير جدا دي بتساعده شويه، فاحسه بيزق الدنيا حلو عليه. عندنا جوب. عندك يا معلم مرونة عالية جدا، وقدرة على تغيير الشكل والهيئة، وقدرات تجدد، وبيقدر يطلع مادة لزجة لاصقة، وبيرش حمض بيسبب التآكل، وغير كده هو كمان قادر يتحكم في درجة حموضة جسمه للدرجة اللي تخليه قادر يدوب المعادن، وتقريبا كان قادر على الطيران برضو لو انا فاكر صح. فجوب اعتقد انه ما بيقولش لا، هينفع في ما بيقولش لا، حلو عليه ما بيقولش لا، هو هينفعك في مواقف كتير وهيسد معاك فيها. بسكي داست، ما بحبهاش او ما بحبوش، والله ما عارف كان جنسه ايه اصلا، ما فاكر،
بس الخدود ديت اكيد يعني جنس مؤنث، وقوته او قوتها يعني بيطلع غبار. الغبار ده بيجبر اعدائه على النوم، وبيفضلوا نايمين طول المده اللي هي او هو عايزينهم يفضلوا نايمين فيها. وبتقدر انها تدخل جوه احلامهم وتتلاعب بيها من غير اي قيود، وقدره على استخراج المعلومات من العقل الباطن. او قوتها كويسه جدا الصراحه، يعني هي ممكن تسبب ليهم رعب وتروما حرفيا جوه عالم احلامهم، تنعكس عليهم في الحقيقه لما يستيقظوا. بس للاسف هي مش قوه قاتله في العالم الحقيقي، في ضعف كبير جدا عموما في العالم الحقيقي، وانا احسه شكله بيزق الدنيا يعني اكتر من انا ما بحبهاش اصلا، فهي بيزق الدنيا حلو عليها. لوديستر قوه مغناطيسيه، بيقدر يعمل مجالات مغناطيسيه ويجذب بيها المعادن عشان تدافع عنه او يهاجم بيها. وغير كده بيستخدم القوه المغناطيسيه دي عموما في حالات كتير جدا، زي الارتفاع المغناطيسي، التجدد، ومجالات القوه المغناطيسيه. هو مشكلته بس ان قوته دي ما تنفعش غير في سيناريو واحد بس، وهو ان الخصوم معدنيين، انما لو اشخاص ما بتتاثرش بالمغناطيس فهيبقى ملوش لازمه. بس الصراحه يعني هو هيبقى ممكن يبقى في معادن وفي حاجات كتير او تساعده. احسه ما بيقولش لا، ما بيقولش لا حلو قوي يعني. هو لو حطيته بيزق الدنيا هيبقى ظلم جدا ليه، فما بيقولش لا. معالي الباشا هيت بلاست طرشوم طبعا يا معلم، احنا لسه هنحكي. انت اللي زيك طرشوم غصبا عني انا شخصيا، ده العنصر التاني اللي انا بطبل له. اصل لو هيت بلاست مش طرشوم، مين اللي هيبقى طرشوم يعني؟ هيت بلاست راجل ناري، كور نار، انفاس نار، توليد هجمات ناريه في اتجاهات متعدده، واعاصير ناريه، وقدره على الطيران، وقدره على امتصاص النار، ومقاومه كبيره جدا للحراره الشديده. اي نعم مشكلتها تبقى شويه مع الوحوش المائيه، بس هو اوريدي جسمه بيتم اعاده اشعاله تاني بسرعه كبيره جدا، فحتى دي مش مشكله كبيره قوي بالنسبه له. فيعني راجل هو شكله بيقول لك انا طرشوم، ده منظر واحد طرشوم. اكسلريت يا باشا طرشوم طبعا. انت ايه يا راجل، بدون ادنى نقاش يعني. سرعه مفيش بعد كده، سرعه قادر يجري على الميه حرفيا ويعمل اعاصير بسرعته، وقادر يوقف الزمن بسرعته. باشا هو فين ابن الجزمه التاني اهو؟ فاست تراك ده هو المحاوله الرديئه لتقليد اكسلريت. لا الرديئتي ده المحاوله الصيني اللي بتنزل لنا مصر، فاهم؟ اللي هو مش الصيني الرديء، لا الصيني المعدوم اللي بينزل مصر. اي نعم طرشوم دي يعني تطبيله كبيره قوي. الاكسلريت هو المفروض يبقى شجاع صنديد مغوار، لا الصراحه هو طرشوم حلو قوي. اكسلريت ما ينزلش عن طرشوم. عندنا فرانكن سترايك، هو بيتحكم بالكهرباء، قادر على اطلاقها وامتصاصها، غير ان جسمه كهرومغناطيسي يعني يقدر يلزق في الاسطح والحاجات المعدنيه ويقدر يشدها ليه، وعنده مقاومه للحراره، وقادر يتحكم في اي آلة بيوصل نفسه بيها. وانا كنت فاكر برضو ان الفصيله بتاعته قادره تعمل اعاصير، فطالما فصيلته بتعمل كده فهو برضو قادر يعمل كده. هو طرشوم الصراحه يعني، فرانكن سترايك ما يقلش عن طرشوم، ولا احسه ما بيقولش لا. طرشوم ولا ما بيقولش لا؟ لا انا بحب الحاجات اللي بالكهرباء، ارفع لطرشوم. جيت ري طرشوم وش عندك يا معلم، قادر يطلع اشعه ليزر، بيقدر يتنفس تحت الميه وفي الفضاء. وطبعا القدرتين الاهم عنده السرعه والطيران، والاثنين مع بعض ميكس محترم. هو قادر يطير بسرعه الضوء، واوقات بتبقى اعلى من سرعه الضوء كمان. هو قادر يوصل للفضاء الخارجي في اقل من ثواني، ويوصل من كوكب الارض لكوكب بعيد جدا في دقائق يعتبر. هو جيت ري قوي عموما، بس ميزته الحقيقيه بالنسبه لي هي الطيران والسرعه. جيت ري عموما بسهوله تقدر تصنفه واحد من اسرع كائنات بن، والوحيد اللي يقدر يعتمد عليه في السفر في الفضاء، فلا يقل عن طرشوم نهائيا. الراجل طرشوم وش. هو ينزل اللي ما بيقولش لا الصراحه، لان قتاليا على الارض مش هيفيدك في حاجه، بس السرعه ليزر قوه طيران بسم الله ما شاء الله، قوه شيل قوه، سرعه ليزر طيران يسد معاك. طرشوم طبعا. سبايدر مانكي انزل، انا ما بحبكش انزل. قرد على عنكبوت، هتعمل ايه يعني اكتر من بيزق الدنيا؟ هاجي نقرد على عنكبوت، خيوط عنكبوت، تسلق على الجدران، مرونه وبهلوانيه بتاعت القرد مع شويه سنسورز زي السمع القوي. ولما بيتحول للالتيميت بيفقد جزء المرونه والبهلوانيه دي اصلا، ويبقى قوي جسديا، بيبقى غوريلا مش قرد. فهي حلوه عليه قوي، بيزق الدنيا هو. لا انزل انزل يا ابن الكلب انزل. تيراس بن السحلفاه قادر يعمل اعاصير ورياح عاتيه، وصوابعه عامله زي المخالب، وعنده مقاومه عاليه جدا للسحر والسموم والهجمات الناريه والهجمات المائيه وهجمات اللجان الالكترونيه، ربنا يبعدنا عنها جميعا. وحشه فشخ عارف. المهم يعني الصدفه بتحميه من كل واي حاجه. وضيف على دول بقى قوه جسديه كبيره جدا، ودفاعيا مبهر جدا عموما، وهجوميا مقبول جدا. احسه بين طرشوم وما بيقولش لا، بس انا مايل اكتر لما بيقولش لا، يعني شايف حدوده ما بيقولش لا حلوه قوي عليه. بس انا الصراحه يعني لو اتحط في طرشوم هيبقى عادي. لا بس ما بيقولش لا، لا لا المناعه بتاعته تسمح لي ان انا احط في طرشوم. هو طرشوم
مش عايزين نظلم الراجل، لا هو طرشوم. عندنا ايتل، هو بياكل الاجسام الصلبه والمعدنيه عموما ويحولها لطاقه ويستخدمها بعد كده في القتال، وقادر انه يطلع اشعه ليزر وقرونه قويه جدا، وعنده مخالب واسنان حاده. هو شغال جدا الصراحه، بس مشكلته معايا انه بيعتمد على الموارد المحيطه بيه اكتر من نفسه. يعني لو مفيش لوت يبقى ملوش لازمه، فهو يا بيزق الدنيا على قده، بس لو اتحط على قده هيبقى ظلم كبير قوي ليه انه يتحط مع العاهات دول اللي هي زي زورس ده، فبيزق الدنيا. هتشتم انا على ان جراي ماتر ما بيزق على قده، بس جراي ماتر انه يتحط مع العاهتين دول ظلم، بس ده وجهة نظري. انا شايف جراي ماتر اوفر ريتد جدا. عشان نروح لبولفراج، عندك قفزه لمسافه طويله جدا ولسانه طويل ولزج، بيقدر يمسك بيه الحاجات ويهاجم بيها، وبيستخدمه كخطاف للتسلق، ويقدر بيه ينفذ هجمات بعيده المدى، وقوته في القتال اليدوي عموما ممتازه جدا. بيزق الدنيا، خش بيزق الدنيا مع اخواتك. يلا راس باشا. عندك مخالب حاده زي الشفرات، وحواس معززه، ومتقن لعدد كبير جدا من اساليب القتال، وقوه جسديه ممتازه، والراجل ما شاء الله عليه يعني بيتحمل ليزر، بيدمر دبابات. هو سداد معاك في اي حاجه ليها علاقه بالقتال، يعني احسه ما بيقولش لا، هو ما بيقولش لا في اي حاجه. الراجل هتحتاجه كتير قوي. جوري ريك، ما تستهينش نهائيا بالصغير ده. هو قادر يعطل اي آلة في ثواني، ويقدر يبني آلات معقدة في نفس الثواني برضه، وبالمواد المتاحة حواليه حرفيا. راجل عنده ذكاء خارق عموما، وبيستخدمه جدا في القتال. هو قادر يستفيد باي شيء حواليه ويصنع منه شيء يفيده قتاليا، وتبقى قادره على هزيمه اعداء اقوى منه بكتير. هو ضعيف جسديا وقتاليا، بس ذكائه معوض النقطه دي. هو انا بحسه عموما ان هو ابجريد جراي ماتر، يعني هم استخسروا يحطوا النقاط دي في جراي ماتر فحطوها في الفضاء ده. هو عموما يعني بيزق الدنيا لانه في الاخر مرتبط بالمواد اللي حواليه. انما لو تسالني عن تفضيلي شخصي كفارس، فانا هحطه طرشوم. انا بحبه فشخ عموما، بس انا مش درجه الحب اللي خلينا اطبل له، فهو بيزق الدنيا. استروديكتر قادر يطلع اشعه ليزر من بقه، وبيقدر يطلع زي حبل كده من الطاقه بايده، وبيطلع موجات صداميه من حزمه الطاقه بتاعته، وطبعا قادر على الطيران. والاهم من ده كله هو انه بيتكلم زي البغبغان، دي اهم ميزه عنده. هو شبه جي تري شويه بس في مستوى اقل، فيعني هحطه ما بيقولش لا. سنيرو عم الموميا، بص يا معلم، هو قادر يفك ويعيد تركيب جسمه باشكال مختلفه ولاغراض مختلفه، زي تفادي الهجمات او توجيه هجمات متعدده في نفس الوقت، او حتى الدخول لمناطق صعب الدخول ليها بالحاله الطبيعيه. وبيقدر يمد اي جزء من اجزاء جسمه لمسافات طويله جدا، وكل ده مع متانه مذهله. يعتبر هو تقدر تعتبره كده تانك رشيق، يقدر يتحمل ضربات، يقدر يوجه ضربات كتيره جدا. اي نعم مش بقوه كبيره، بس مفيد. احسه بين بيزق الدنيا وما بيقولش لا، بس انا مايل اكتر ليه ما بيقولش لا. حبيبي طبعا بطاريه انرجايزر، حبيبي باص شك، واللي قوته هي الكهرباء. قادر يولد كميات كهرباء كبيره جدا ويعمل انفجارات كهربائيه، غير انه قادر يحول جسمه لبرق ويتنقل في الطيارات والموصلات الكهربائيه، غير ان هو نفسه بقى قادر على الطيران، غير انه قادر يحرك ويتحكم في الالات الكهربائيه عموما. وغير كده هو قادر يضاعف من اعداده عن طريق تجديد الاجزاء المقطوعه من جسمه. كل جزء اتقطع من جسمه بيجدد نفسه ويبقى جسم جديد. ممتاز الصراحه باص شك، يعني اقل من طرشوم هيبقى ظلم ليه. هو طرشوم وش عموما، هو من الشخصيات اللي انا شايفها مش واخده حقها، يعني هو ما ينزلش هنا ما ينزلش هنا، لا هو طرشوم ومش واخد حقه. ابجريد، هو مصنوع من معدن سائل، فبالتالي يقدر يغير شكله ويمدده على حسب رغبته، وطبعا قدرات تجدد مبهره، ويقدر انه يغلف نفسه على اي جهاز او اي تقنيه عموما ويتحكم فيها. والموضوع مش محدود بحاجه، لا بدايه من العجله لحد السفينه الفضائيه يقدر يتحكم فيهم عادي جدا. ومش كده بس، لا هو قادر يطور التقنيه اللي بيغلف نفسه عليها ويخليها متطوره اكتر بكتير جدا من شكلها الطبيعي. وكمان هو مش تحكم بس، لا هو يقدر يعطلها كمان، او يتحكم في مجموعه من الالات عموما، ويقدر يطلع شعاع ليزر من عينه، وزي باص شوك كده يقدر يسافر بين الطيارات الكهربائيه. ممتاز الصراحه ابجريد، يعني هو ما ينفعش يتحط في اقل من طرشوم. هو طرشوم بغباء، طرشوم جدا الصراحه. اب تشاك، هو عنده 4 ألسنة بتلزق وقابلة للتمدد، وبيمسك بيها أي حاجة ويبلعها في معدته، اللي هي عبارة عن بعد لوحدها أصلا، فهو يبلع أي حاجة حتى لو كانت أكبر منه بأضعاف، وبعد كده يحول الأجسام اللي بيبلعها دي لمقذوفات سائلة قوية يرميها على أعدائه بدقة عالية. ومعدته دي مش بتبلع أجسام بس عموما، لا بتبلع الطاقة والليزر وكل حاجة. وغير كده هو قادر يطلع مادة لزجة برضه. هو مبهر جدا الصراحة يعني، بس أنا أحسه ما بيقولش لا. طرشوم دي للناس اللي انا بطبل لهم والاقوياء فشخ، انما هو ما بيقولش لا. ارماديلو،
يا حاج ارماديلو، الفتى المفضل لشركة المقاولين العرب. على هنا ارماديلو، هو قادر يحفر تحت الارض بالحفارات بتاعته عشان يولد اهتزازات تسبب زلازل، بس لا اكتر من كده ولا اقل. هو حلو عليه قوي فن هدم في المقاولين العرب، بيزق الدنيا حلو قوي عليه. لا ظلم، بيزق الدنيا الصراحه، خلينا نرفعه ما بيقولش لا. هو الراجل قادر يسبب زلازل تدمر مدن، فان انا احطه بيزق الدنيا دي لا، دي ظلم كبير. هو ما بيقولش لا. عندنا كراش هوبر، حاج كراش هوبر. بص يا معلم، الجامب بتاعه عالي جدا، يقدر يوصل لناطحات السحاب عادي، والركله بتاعته قويه جدا برضه، وعنده مخالب وقرون، وقادر على تسلق الاسطح العموديه، بس مش اكتر. انزل على قده، انزل يعني. ما عندناش وقت احنا الكلام الفاضي، رجل ومخالب وبينط نط عاليه. احنا بنلعب مع التقال هنا فوق عشان نروح لدايموند هيد. باشا اطلع يابا لترشوم على طول، احنا هنهزر؟ اطلع على ترشوم. الراجل لا بيعجز ولا بيصاب، وصلابه مبهره عشان من الالماس، ويقدر يغير شكله ويطلع شفرات ماسيه من كل جزء من جسمه، وقادر يتحكم بالماس، ويقدر يولد الماس جوه جسم عدوه، وبعد كده يبدا الالماس ده يكبر لحد ما يفجر جسم عدوه كله، ويقدر يعكس اشعه الليزر اللي بتيجي عليه، وعنده مناعه ضد الحراره العاليه والواطيه واي حاجه عموما. يعني راجل ترشوم بحق وحقيقي. وكرومستون، هو بيخلي الطاقه تمر من جسمه من غير ما يحصل له اي ضرر، وبيقدر برضه يمتص الطاقه ويعيد توجيهها كاشعه ليزر فوق بنفسجيه. هو قادر عموما يوجه اشعه الليزر دي بشكل طبيعي، بس بشكل محدود جدا من غير ما يمتص الطاقه. يعني هو لازم يمتص طاقه عشان يفضل يوجه اشعه الليزر دي بشكل مستمر، انما في العادي والطبيعي بتاعه هو بيوجهها بس بكميات محدوده. هو قادر على الطيران، وقادر على توليد مجالات طاقه، وعنده مقاومه عاليه للسيطره عليه. هو عموما قوي جدا، بس الفكره ان قوته دي ما تشتغلش على طول، لازم يمتص طاقة، وان كمان لازم اعدائه يبقوا بيستخدموا اشعة ليزر بتطلع طاقة، فدي قفلاني منه شوية. احسه يدي بيزق الدنيا، انت هتحتاجه في مواقف كتير جدا، وهو قوي عموما، بس يعني النقطة دي قفلاني منه، فحسه بيزق الدنيا. هو اقوى من ناس كتير خلي بالك، فيما بيقولش لا، بس المحدودية دي بتخليني احطه ما يزق، ولا اقول لك خليه ما بيقولش لا ولا لك انزل اللي بيزق الدنيا انزل. عندنا ووتر هازارد، قادر يطلع ميه من ايده بدرجات حراره مختلفه، بدايه من المجمده لغايه المغليه، ويقدر يتحكم في المسطحات المائيه ويعمل اعاصير مائيه وحاجات كتير يعني لها علاقه بالميه، من هجوميه لدفاعيه زي الدروع المائيه وكده، ومقاوم للاشعاع. صح، احسه يدي من اللي ما بيقولش لا. هتحتاجه كتير جدا عموما، بس مش زي اللي فوق. لا هو يسد مع اللي فوق الصراحه، بس ترشوم دي اللي انا بحبهم من الاقوياء فشخ، وهو مش منهم. يعني انا ما بحبوش قوي لدرجه ان انا احطه في ترشوم. الترتيب اللي فوق ده معتمد على كذا حاجه عموما: ترشوم، وشجاع صنديد مغوار، القوه الفعليه، ومدى تطبيلي ليهم. الين اكس انا ما بطبلوش كده كده، فهو قوته الفعليه اجبرتني ان انا احطه هنا. انما في هنا جيت ري مثلا، يعني ممكن ينزل اللي ما بيقولش لا عادي، بس انا مطبل له. باص شاك ينزل عادي، ابجريد ينزل عادي، اكسلريت ينزل عادي، بس انا بطبل له. ولو هتسال على شجاع صنديد مغوار فلسه في هيجي منهم قدام. عندنا شاك سكواتش، الاخ الكبير اللي بطاريات انرجايزر، بس الاقل قوه منه. ايوه انا شايف انه اقل من باتشاك. هو قادر يطلع كهرباء برضه عموما، وقادر على التحريك الذهني اللي هو بيتحكم في الحاجات عن بعد، وعنده مقاومه عاليه للبرد، بس ما يقدرش ينتقل في الطيارات، ما يقدرش يعمل حاجات كتير زي اللي بيعملها باتشاك، فهحطه في ما بيقولش لا الصراحه. يعني جرافاتاك، اطلع يا باشا، اطلع احنا لسه هنهزر؟ اطلع. الراجل قادر يتحكم في الجاذبيه دي لوحدها تشفع له اساسا ان انا احطه في شجاع صنديد مغوار، بس يعني عشان ما افورش مقارنه بالناس اللي يتحطوا في شجاع صنديد مغوار، فلا حطه في ترشوم. قادر يتحكم في الجاذبيه ويسيطر على الاجسام المحيطه بيه من ناحيه كل حاجه، الوزن والمسار والاتجاه وكل حاجه، وقادر يعمل مدارات للماده والطاقه، ويقدر برضه يعمل حقول جاذبيه بتصد اي حاجه تقرب منه، وبيقدر يحلق ويغير جسمه لهيئه شبه الكويكب كده. ترشوم بصراحه، ولو اتحط في حاجه اقل من كده يبقى ظلم جدا ليه. يعني هو بين ترشوم وبين شجاع صنديد مغوار، بس يعني ترشوم وش. فور ارمز، الحق يعني عشان نبقى ايه الحق. فور ارمز ما بيقولش لا، بس انا هحطه في ترشوم عشان انا راجل مطبلاتي عادي جدا، قوة بدنية وقتالية خارقة. وبص صراحة مفيش غير عدد قليل جدا قوي من الفضائيين اللي مع بين اللي يقدر يسد مع فور ارمز من ناحية القوة الجسدية والقتالية وقدرات التحمل. ذاكرتي دلوقتي مثلا مش جايبة غير راس وهيومن جسور بس تقريبا. الراجل فيزيكلي مرعب. ترشوم طبعا، وسوف يظل ترشوم رغما عن انف الحاقدين. كانون بولت، بيقدر يتدحرج زي الكورة كده، وعنده رؤية كاملة في هيئة الكورة دي، وعنده مقاومة عالية جدا للحرارة. هو عموما دفاعيا مبهر لدرجه انه قادر يعكس اشعه الليزر عادي، بس ما عندوش حاجه تانية غير كده.
حتى في هيئه الالتيميت بيتضاف عليه حاجات خفيفه زي الاشواك. وعموما يعني كانون بولت من زمن الزمن وانا شايفه بيزق الدنيا، لا اكتر ولا اقل من كده. كيكن هاو عندك مخالب واشواك ومرونه وخفه حركه ممتازه. كيكن هاوك عموما يعتبر افضل مقاتل يدوي عند بين من ناحيه الفنون القتاليه، يعني هو ممتاز بس مش الاقوى بدنيا وجسديا، فاهم الفكره؟ هو افضل مقاتل بس مش اقوى مقاتل. عموما يعني كده كيكن هاوك ما بيقولش لا، ولا بيزق الدنيا، مش عارف. هو انا حاسه ما بيقولش لا او ما بيزق الدنيا يعني، بس احسه لا انزله ما بيزق الدنيا. انا كده اصلا عندي حساسيه من الفراخ، فانزل اللي بيزق الدنيا. عندنا ايكو عموما يعني ايكو ما بيقولش لا طبعا، ما بيقولش لا. عنده صراخ عباره عن موجات صوتيه وقادر يعمل نسخ من نفسه، والنسخ دي مهما اتدمرت هو مش هيحصل له حاجه. طول ما في نسخه واحده بدون تدمير فهو مش هيحصل له اي حاجه، وقادر يمتص الاهتزازات اللي حواليه عشان يعزز الهجمات بتاعته، وقادر على تحديد المواقع، وقادر يعمل حقول طاقه، وعنده رشاقه ممتازه، ويقدر يوجه الهجمات الصوتيه بتاعته دي عن طريق مكبرات الصوت. وفي هيئه الالتيميت بتاعته فهو قادر على الطيران. فهو الراجل ما بيقولش لا خالص. معالي الباشا اطلع يا راجل اطلع، الحبايب كلهم هنا يعني. لو انت مش طرشوم امال مين مش هيبقى طرشوم يعني غيرك؟ المعلم هيومن جسور. مش هنلغي وهندي مبررات يعني. لو انت يعني ايه كلمني كده، لو انت مش طرشوم مين من الرعاع دول هيبقى طرشوم غيرك؟ برين ستورم العصف الذهني. تعالى قدام، والله ما فاكر كان بيعمل ايه. كل اللي فاكره عنه انه كان بيفتح راسه دي ويطلع برق من جمجمته، ده كل اللي انا فاكره عنه. ثواني اروح اتاكد من الفاندوم، يعني هتاكد من الفاندوم هو بيعمل ايه عشان انا ناسي. اللي فات ده كله انا كنت معتمد على الذاكره، وكنت كاتب نوتس كده يعني برق كهرباء بتاع، فكنت بجمع من ذاكرتي والنوتس اللي انا كاتبها. انما ده انا مش فاكر عنه اي حاجه. هتاكد وارجع تاني. بص يا معلم، اتاكدت تمام. عنده ذكاء خارق ويقدر يحفظ ويتوقع حركات خصمه وكمان نقاط ضعف خصمه، وطبعا الكهرباء وحقول طاقه والتحريك عن بعد والتحريك التكنولوجي. لا هو ممتاز الصراحه. طرشوم طبعا. انا فاكره شكلا بس، انما قوه ما كنتش فاكره نهائيا، بس لما رجعت في الفاندوم والداتا بتاعته لا طرشوم طبعا. سوامب فاير تحسه كده ال 1.5 من هيت بلاست. الراجل بيتحكم في النار وبيتحكم في النباتات، وبيقدر يتواصل مع النباتات عن طريق تخاطر، ويقدر يطور اطرافه، وبيرمي بذور كده تتحول للنباتات، وكمان قادر ينتج مواد كيميائيه منومه، وقادر على تجديد نفسه، وبيقدر يحفر انفاق تحت الارض. والنار بتاعته في هيئه الالتيميت بتبقى زرقاء تقريبا يعني على حسب ما انا فاكر. هو طرشوم طبعا يعني، بقول لك ابجريد هيت بلاست، فهيت بلاست طرشوم هو اكيد مش هينزل عن طرشوم. عندنا انرجي، هاله مشعه قادره تدوب اي حاجه حتى اعدائه، ويقدر يطلع اشعه طاقه، وقادر ينشط الحراره تحت الارض ويفجر الحمم البركانيه اللي حواليه. غير انه قادر على الطيران، وغير انه كمان غير مادي، هو يعتبر طاقة، وقادر انه يمتص الطاقة من اي مصدر عشان يزيد قوته. وبص بقى الحتة اللي جاية دي، بص 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 بص, بص. شجاع صنديد مغوار. انرجي عموما من الفضائيين الاندريتد فشخ. هو يسد بسهولة جدا مع الناس اللي هتيجي في القايمة دي زي وي بيج مثلا. انا كده حرقت ان وي بيج هيبقى شجاع صنديد مغوار، بس انرجي يسد معاه عادي. عندنا بيك تشيل، راجل طرشوم محترم جدا، قادر يتحكم في الجليد، وقادر يجمد اعدائه بمجرد مروره من جسمهم، وقادر على الطيران والاختفاء وانه يبقى غير ملموس، وعنده مقاومه للحراره العاليه والواطيه. وفي هيئه الالتيميت بيبقى عنده نار ساقعه جدا. هو ليله كبيره جدا يعني عموما بيك تشيل، بس هو راجل طرشوم ابا عن جد. ده كان امفيبيان. هو كان اسمه امفيبيان ولا اسم الفصيله امفيبيان؟ لا الفصيله كان اسمها امبري او امبيريا حاجه زي كده. لا هو كان اسمه امفيبيان. عندك كهرباء يا معلم، قادر يطلع انفجارات كهربائيه وهاله كهربيه، ويقدر يمتص الكهرباء ويطلقها تاني، وغير ملموس، وقادر على التخاطر وقرايه العقل، وقادر على الطيران طبعا، ويقدر يتنفس تحت الميه وعلى السطح. هو بص عموما يعني هو عنده قدرات كتير جدا زي الناس اللي في طرشوم، ويتحط في طرشوم عادي جدا، بس انا هحطه في ما بيقولش لا. هو بيديني فايب ما بيقولش لا، انما فايب طرشوم دي كبيره عليه شويه، ودي تطبيله مني يعني. هو ممكن تعتبره طرشوم او ما بيقولش لا، الاثنين عادي، بس انا بعتبره ما بيقولش لا. عندنا جوست فريك. بص انا عندي راي مختلف شويه عن جوست فريك. ناس كتير بتشوفه جامد جدا، بس انا شايفه يا بيزق الدنيا يا ما بيقولش لا. يعني هو مش هيخرج بره الاثنين دول، بس هيتحط في ما بيقولش لا بسبب القدرات الكتير جدا اللي عنده. يعني قادر على الطيران والاختفاء واللاماديه، يعني جسمه يبقى غير ملموس، وقادر يدمج اجزاء من جسمه في اجسام الناس التانية علشان يسبب لهم الم او فقدان في الوعي. وعنده رؤيه 360 درجه، وقادر يتلبس الشخصيات التانية، وفي وقت التلبس ده هو قادر يدمر عقول الاشخاص اللي بيتلبسهم، وقادر يحرك الاشياء عن بعد، وعنده مناعه ضد انواع كتير جدا من السموم وامتصاص الطاقه ودنيا كبيره.
وبيقدر يتحول لدخان برضه. بس مش كل الجوست فريك بالنسبه لي هي نقطه ضعفه، هو بيفقد كتير جدا من قوته كل ما بيتعرض للضوء او لما بيتعرض للضوء اكتر. هو بيبقى في اقوى حالاته في الظلام التام، فاي كشاف نور في الشارع حرفيا بيقلل من قوه جوست فريك، فدي اللي مخليني احطه في المكانه دي. هو انا حاطه ما بيقولش لا تقديرا للتنوعيه الكبيره جدا اللي عنده، انما نقطه ضعفه دي يعني هي بيزق الدنيا ما بيقولش لا. من غيرها كان يتحط في طرشوم بسهوله جدا، انما غير دي هو ما بيقولش لا. حلو قوي عليه. اتوميكس اطلع يا راجل اطلع، احنا لسه هنهزر؟ الراجل عباره عن مصنع قنابل نوويه متحرك، انت منتظر ايه اتوميكس يتحط فيه اكتر من شجاع صنديد مغوار؟ هو الراجل حرفيا عباره عن طاقه نوويه متحركه. كلوك وورك ايه يا راجل؟ اطلع مع اخواتك. مش هديك مبررات اصلا. كلوك وورك بيتحكم في الزمن، وبكل الطرق اللي هو عايز يعملها في الزمن بيقدر يعملها، فما فيش حاجه اقعص من كده خلينا ما احطهوش شجاع صنديد مغوار. لا ومش كده بس، لا هو ده بيرسل اشخاص تانية لازمان مختلفه. بص الزمن كله لعبه في ايد كلوك وورك، اقل من كده اهانه ليه واهانه لي انا شخصيا لان انا بحبه. ويبيج ورا اخواتك، يلا يلا يا راجل. اما انا حرقك كده كده من بدري، يعني ما فيش داعي ان احنا نتكلم عن ويبيج. الراجل شجاع صنديد مغوار. ومباير انزل يلا اللي بيزق الدنيا مع اخواته. انا ما بحبكش اصلا. هو قوي خلي بالك، يعني هو قوي ما بيقولش لا او طرشوم، وعادي جدا احطه في طرشوم، بس انا ما بحبوش فهنزل له بيزق الدنيا. هو باين اني زهقت وبختصر صح؟ طولت يعني التصوير طول المره دي، انا داخل في ساعه ونص ساعتين. هو هانت خلاص. هو هانت ايه؟ احنا خلاص خلصنا. اخر واحد معانا فيدباك. عندك طبعا كهرباء وبكل انواعها بقى، انفجارات كهربائيه، اشعه كهربائيه، كورات كهربائيه وصعق بمجرد التلامس شغال. هو شغال في كل حاجه لها علاقه بالكهرباء عموما، وقادر يمتص اي نوع من انواع الطاقه، وقادر يستشعر مصادر الكهرباء والطاقه، وقادر على الطيران. بقول لك ايه، اطلع يابا لترشوم، انا خلاص بجيب اخري اصلا. اطلع لترشوم مع اخواتك وبس كده. هي دي القايمه بتاعتي. نديها بس ايه واحده زوم كده بس. هذه هي قائمتي لمخلوقات بنتن. ممكن عشان عدد كبير، انا متاكد ان انا غلطان في حاجات كتير، يعني لو العدد اقل من كده كنت هتأنى شويه وهركز اكتر في الترتيب، بس العدد كبير يعني 61 مخلوق كتير جدا. قولوا لي رايكم في الترتيب. انت شايف الترتيب هيبقى ازاي؟ معترض على ترتيب شخصيه معينه وشايفها في مكان تاني؟ قول لي رايك طبعا، واكيد طبعا تقول لي رايك في الفيديو. اوريدي في افكار تانية هنعمل لها. انا معايا 4 افكار لغايه دلوقتي بدي، ففي 3 غير دول. لو عندكم انتوا افكار ابعتوها لي على الانستجرام، وممكن لو حابين يعني نعملها لايف ستريم، اعتقد هتبقى احلى. يعني نعمل الترتيب ده سوا مع بعض، يبقى مبني على ارائي وارائكم معايا. هشوف الموضوع ده عموما، بس انا حوارات اللايف ستريم دي معرفتي بيها صفر، فيعني هشوف الدنيا لو عرفت اعملها ممكن اعملها. المهم اشوفكم في التير ليست اللي جاي. سلام.